السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصفة اليوم سهلة وبنينة للوبيا خضراء اقتصادية بدون لحوم، لكن الذوق تاعها ولا أروع. ممكن تقدموها كطبق أساسي أو كسلطة ساخنة تكون طبق جانبي. عملت المقلاة تسخن على نار قليلة وزدت فيها 4 إلى 5 ملاعق من الزيت. من بعد قطعت البصل إلى شرائح، قطعت 3 حبات من البصل. لازم يكون البصل بزياده في هذه الوصفه، لوبيا تحب البصل اون جينيرال، وبالخصوص هذه الوصفه خاصنا نزيدوا فيها البصل باش تجي بنينه. مع البصل زدت نصف ملعقه صغيره من الملح وخليتها تدبال حتى اللي تكرمل، خليتها طيب حتى اللي تكرمل البصل باش تجيكم الوصفه بنينه، حتى اللي تمد هذاك اللون الذهبي. عاده نزيدوا المكونات الاخرين ومره على مره وهي تطيب وحنا نحركوا فيها، ما تخليوهاش هيدك حتى اللي تنحرق. مره على مره حركوها، غطيوها ومره على مره حركوها حتى اللي تتكرمل. انا في هذه المره راني نحرك فيها، نعاود نغطيها ونخليها تزيد اللي بدات تاخذ لون ذهبي، ونخليها تزيد شويه. النار تكون متوسطه والزيت كما شفتوا تكون كميه مليحه، 4 الى 5 ملاعق من الزيت باش تطيب لكم. ومن جهه اخرى راني عامله اللوبيا تبخر، عملتها في الكسكاسه هيدا على حمام مائي حتى اللي طيب مليح. غسلتها اللوبيا ونحيت لها الريسان وقطعتها الى قطع صغيره وزدت فيها شويه تاع الملح وعملتها تبخر. خليوها طيب مليح. البصل من بعد ما تكرملت وخدات لون ذهبي، مانيش باينه بزاف في الكاميرا لكن هي راه خاديه لون ذهبي. زدت لها ملعقتين صغار من الطماطم مركزه. انا عملت الملعقه الاولى قدامكم لكن الملعقه الثانيه ما صورتهاش. زدت ملعقتين صغار من الطماطم مركزه وقعدت هيدا نحرك باش حتى هذيك الطماطم تزيد تتقلى وتجي بنينه مع البصل. خليتها حتى تقلات مليح وشربت البصل هذيك الطماطم كذلك. من بعد زدت لها اللوبيا. انا عملتهم في نفس الوقت، عملت اللوبيا تبخر وفي نفس الوقت عملت البصل تتقلى. في 20 دقيقة أو نصف ساعة كانت هاد الأكلة جاهزة، هاد الوصفة جاهزة. وزدت رشة من الملح، شت اللوبيا كان عادة يخصها، زدت لها رشة من الملح ونخليها تعاود تتجمر مع البصل. ممكن تزيدوا الماء اللي يحب المرق في الوصفات. انا خليتها هيدك ناشفه كسلطه تجي بنينه. جربوها البنات وكتبوا لي تحت في التعاليق آراءكم. فيديو آخر إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه. ما تنسونيش من دعائكم، وكذلك ما تنسوش اللايك وتشتركوا هذه الوصفة مع الأصدقاء لتعم الفائدة وهكذا الفيديو يطلع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.